معانا النهارده على السجاده الحمراء سمير الاسكندراني، الفنان والجاسوس اللي اسرائيل جندته لحسابها ودربته وعلمته الحبر السري علشان يتجسس لحساب اسرائيل. بس سمير الاسكندراني كان اذكى من كده وقدر يقلب الترابيزه على دماغ اسرائيل، وكمان انقذ حياه الرئيس جمال عبد الناصر، والمخابرات المصريه لقبته بالثعلب المصري. وهنا هيجي سؤال بيدور في دماغنا كلنا، ايه هي الطريقه اللي اسرائيل استخدمتها علشان تجند سمير الاسكندراني؟ وكمان ازاي قدر يقنعهم بولائه ليهم مع انهم حطوه على جهاز كشف الكذب وعملوا له اختبارات صعبه جدا؟ الحكايه بدات وسمير الاسكندراني كان في اوروبا، كان بيدرس في جامعه في اوروبا، بس كان متشاف وكان عليه العين علشان كان فنان متكامل، كان بيغني وبيرقص وبينظم الحفله، كان متشاف من الطلبه. ومن هنا اسرائيل حطت عينها عليه وقالت ليه ما جندوش لحسابي؟ فنان وبيغني ومتشاف من الجامعه ومصري، دي اهم حاجه اسرائيل كانت عايزاها، ان هو مصري. اسرائيل قالت لك هو دوت اللي احنا محتاجينه، وفعلا بدات في تنفيذ خطتها وبعتت لسمير الاسكندراني عميل عنده مهارات قويه جدا اسمه سليم. وانت هتعرف ليه عنده مهارات قويه لما اجي احكي لك قدام. وبعتت اسرائيل سليم لايطاليا علشان يبتدي يصطاد سمير الاسكندراني. وفعلا في يوم كان بيلعب في الجامعه مع اصحابه بلياردو في يوم اجازه، وهو بيلعب لقى حد بيراقبه، عينه مش بتتشال من عليه، منين ما بيروح دوت عينه عليه. استغرب سمير الاسكندراني، وكمان كان شكله غريب، تحس ان هو كده من مصر. وفعلا راح له سمير الاسكندراني وقال له اهلا بيك، انا سمير الاسكندراني من مصر. رد عليه قال له انا سليم من مصر. وهنا كانت طبعا مفاجاه لسمير الاسكندراني، حد بقى من مصر وفي الغربه وكده. خدوا بعض بالاحضان وابتدوا يتعرفوا على بعض. بس سليم العميل الاسرائيلي دوت كان اكبر بحوالي 10 ل 12 سنه، فعزم سمير الاسكندراني واصحابه على العشاء بحكم ان هو اكبر منهم وهم لسه طلاب في الجامعه، وكان بيصرف عليهم مصاريف كتير جدا ببذخ رهيب. ولما سالوا سمير الاسكندراني انت بتعمل ايه هنا في ايطاليا؟ قال له انا جاي هنا سياحه. بس البلد اللي كان سمير الاسكندراني قاعد فيها كانت بلد عامله زي الفلاحين، ودي كانت اول نقطه ما يرتاحلهاش سمير الاسكندراني. ما علينا، سمير الاسكندراني شاف ان سليم شاب لطيف وظريف وبيصرف في بذخ رهيب، قال لك حاجه حلوه قوي ان هو يبقى صاحبي، لحد ما يجي يوم ويتعزم سمير الاسكندراني على حفله عملها عميد الكليه بتاعته في البيت عنده. وقرر سمير الاسكندراني ان ياخد سليم معاه، شخصيه مشرفه وبيتكلم بالايطالي. وحضر سليم مع سمير الاسكندراني الحفله، وفي نص الحفله وهي شغاله قام سليم وقال بالايطالي انا متاسف جدا ان في هذا الجمع الكريم يؤسفني ان بيننا لصه. الناس كلها اتذعرت وابتدت تقول ايه ده، هو بيقول ايه؟ وراح للست اللي ماسكه الحفله وحط ايده ورا شعرها، طلع سكينه فضه فاخره من اللي بتقدم في العزايم، ابتدى يطلع منها اشياء كتير، شوكه، اكسسوارات. الحاجات دي كانت بتاعه صاحب الحفله. الناس هنا اتصدمت، قالت لك ده ساحر دوت ولا موهوب ولا ايه نظامه؟ وفعلا ابتدى يتسيد المكان كله، وابتدى الناس خلاص كلها تبص عليه وابتدت تنشغل بيه. وبعد كده قام ماسك الكوتشينه في ايديه وقال لصاحب الحفله عميد الكليه اللي عامل الحفله، قال له اختار ورقه. هو ماسك الكوتشينه كده وقال له اختار رقم. صاحب الحفله بص على الارقام واختار رقم، قال له خلاص، قال له خلاص. قام قافل الكوتشينه، تك 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 تك، عمل كده مره واحده الورقه اللي اختارها صاحب الحفله وقعت، والناس ما بقتش مصدقه عينيها واتصدموا من اللي عمله سليم، وبقى اشهر واحد في الحفله. وهنا اللي فرحان ومبسوط قوي هو سمير الاسكندراني، فرحان بسليم صاحبه اللي جابه معاه وبيتباهى بيه، اللي قلب الحفله راسا على عقب. ولو تفتكر في الاول انا قلت لك ان سليم دوت عميل عنده مهارات قويه جدا وبيعرف يجذب الناس ليه. وفي يوم قاعد سمير الاسكندراني واصحابه وكان من ضمنهم سليم، وسمير الاسكندراني طلب من سليم انه عايز يشتغل في اوروبا عشان سليم عنده علاقات قويه، وسليم فعلا ما رفضش وقال له حاضر هظبط لك شغل وهشغلك. وجه الكلام وهم قاعدين برضه عن الشرق الاوسط، واتكلم سليم، ومن كلامه سمير الاسكندراني حس ان هو مش بيحب مصر، عمال يقول حاجات بس متعرفش تمسك عليه في نفس الوقت حاجه. ده غير ان سليم كان بيعرف يتكلم انجليزي وايطالي وفرنساوي كل دوت بنفس المستوى. ومره واحده يقول لسمير الاسكندراني يا سمير اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها. سمير كان هيتجنن، عايز يعرف الشخصيه اللي بيتعامل معاها ديت مين، عنده مهارات قويه وبيعرف يتكلم لغات كتير ومعاه فلوس. استغرب سمير وقال له انت مين؟ انت منين؟ رد عليه وقال له انا كنت عايش في بولاق ومشيت سنه 56، ولو قلنا 56 نعرف ان ده الاعتداء الثلاثي على مصر، فرنسا، انجلترا، اسرائيل، لما اعتدوا على بورسعيد ومدن اخرى. ابتدى سمير الاسكندراني يجمع الخيوط ببعضها والرؤيه بقت اوضح ليه شويه. ده غير ان سمير الاسكندراني صاحبته قالت له ان سليم دوت معاه باسبور امريكي، والباسبور الامريكي دوت يعني باسبور اسرائيلي، مصيبه، كارثه، حاجه ما فيهاش هزار. وهنا سليم جهز شغل لسمير الاسكندراني زي ما سمير الاسكندراني طلب منه، وقال له انا جهزت لك الشغل. وركبوا القطر، وهم راكبين القطر سمير كانت واضحه الرؤيه قدامه، كل حاجه كانت واضحه على ميه بيضاء، بس قال لك اتاكد زياده تاكيد، احط النقط على الحروف بمعنى اصح، وقال لك اوقعه بدل ما هو اللي يوقعني. وفعلا بدا الكلام بينهم، وسمير الاسكندراني قال لسليم على فكره انا فيا دم يهودي. التاني بص له كده قال له ايه؟ قال له ايوه
جدي يهودي مغربي اتجوز ستي بس اعتنق الإسلام، بس برضه في دم يهودي وعندي عرق يهودي، وأنا أرى أن اليهود هم شعب الله المختار. أرى أن اليهود هم أرقى شعوب الأرض. وعلى فكرة اللي قال الكلام دوت سمير الإسكندراني، عايز يطلع منه بأي معلومة يوقعه في أي حاجة، وفعلا هو ده اللي حصل. سليم وهو قاعد جنب سمير فتح مجلة واداها لسمير عشان يقراها. المجلة ديت مكونة من 4 صفح وملخصها الفقر والجهل والبلهارسيا في مصر. اتصدم سمير الاسكندراني من اللي مكتوب في المجله دوت، وقال له مين اللي كاتب الكلام ده؟ رد عليه سليم قال له انا اللي كتبت الكلام دوت وخدت $700 يا سمير، وانت كمان تقدر تعمل كده، ده غير ان انا وانت فينا عرق يهودي. وقام مخبط على كتفه كده ومخبط على كتفه كده ونزلوا عشان يقابلوا الراجل. ومن هنا اتاكد سمير الاسكندراني وعرف ان سليم جاسوس اسرائيلي، واتضحت الامور على ميه بيضه، ووصلوا للراجل اللي هيشغله بعد كده. ودور سليم انتهى واختفى سليم للابد. وعرف سمير الاسكندراني ان سليم دوت دوره حاجه اسمها سبوتر في الموساد. سبوتر دوت يعني بيختار حد ويصطاده يوديه، بعد كده يشوف حد غيره يصطاده. هو دوره كده يصطاد، بيعرف يجذب الناس، عنده مهارات زي ما انت سمعت. من هنا سمير الاسكندراني دخل شبكه الجاسوسيه، وابتدوا يدربوه ويسلموه من حد لحد تاني، ويعلموه الحبر السري، ويعلموه ازاي يهرب من المراقبه. وهنا حضرتك تسال، هي اسرائيل عملت ايه علشان تتاكد من ولائه ليهم، تتاكد ان هو مش هيخونهم؟ خليني اقول لك ان هم كانوا قعدوا يدربوه حوالي سنه كامله. طول السنه دي كانوا مقعدينه في لوكاندا، وهو قاعد في اللوكاندا دي كان يقعد يقول انا ما بحبش مصر، انا ارى ان اليهود هم شعب الله المختار، الشعب المصري ولا يسوى اي حاجه. قعد يدخل لنفسه كلام جواه، عايز عقله الباطن يصدقه علشان لو اتحط في اي اختبار هو ده اللي يطلع، علشان ما يعرفوش يوقعوه. وفعلا في يوم سكروه وقاعد في اللوكاندا، ومره واحده رئيس الموساد قال له على فكره يا سمير، لو فكرت تدخلنا احنا نقدر نجيبك في اي مكان وفي اي وقت حتى لو كنت فين. وهنا قام قالب سمير الاسكندراني الترابيزه عليهم، وقاموا مطلعينه فوق بسرعه، وقال لهم لا، انا مش بعمل كده علشانكو، انا بعمل كده علشان الدم اليهودي اللي جوايا. انا ارى ان اليهود هم شعب الله المختار، هم ارقى شعوب الارض، انا بكره الرئيس جمال عبد الناصر، انا ما بحبش مصر. قال الكلام اللي هو عود نفسه عليه. هي مش هي دي الحقيقة، بس هو كان لازم يعمل كده علشان لما يبقى في وضع السكر اللي هو فيه ما يقدروش يوقعوه. عود نفسه باللي عايز يقوله. حتى عملوا له اختبار على جهاز كشف الكذب ونجح فيه. انا عايز اقول لك انه بعد قلبة الترابيزه والكلام اللي رسوله دوت، ادالهم وسامة على صدرهم، خلاهم مقتنعين 100%، برشمهم. قال لك دوت مستحيل هيخوننا. بعد ما اسرائيل خلاص اعتقدت ان سمير الاسكندراني ولاؤه دايما هيبقى ليهم، وان عمره ما هيخونهم، بعتوه لمصر علشان يتطوع في الجيش المصري ويصور لهم صور الوحدات العسكريه والاوامر العسكريه. وفعلا بعتوا سمير الاسكندراني على مصر، بس هو في الطريق كانوا عايزين يتاكدوا من ولائه ليهم. كانوا عمالين يخلوا حد يساله انت رايح فين، انت بتحب ايه، بس هو فاهم، هو اتدرب منهم على اعلى مستوى. وفعلا نزل على مصر وراح لمسؤول قوي جدا هناك، وعرف يهرب من المراقبه اللي هم بيراقبوها له، اللي هم علموه له اشتغل بيه عليهم هم. عرف يهرب من مراقبتهم كويس جدا، وكان بالنسبه لهم الموضوع سهل جدا. وراح لمسؤول مصري مهم وطلب منه انا لازم اقابل الرئيس جمال عبد الناصر. قال له ليه؟ اشرح احكي. قال لك انا مش هحكي ولا هتكلم الا قدام الرئيس جمال عبد الناصر. وفعلا قابل الرئيس جمال عبد الناصر وحكى له كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. قال له كل حاجه من ساعه ما اسرائيل بعتت له سليم علشان يجنده لحد ما بعتته للجيش المصري عشان يتطوع ويصور الاوامر العسكريه ويصور المنشآت ويبعتها ليهم عن طريق الحبر السري. سمع الرئيس جمال عبد الناصر الحكايه كلها، وابتدى سمير الاسكندراني يشتغل بتوجيهات المخابرات المصريه، وهو عارف ومتاكد وواثق فيهم. ولو قالوا له نط من فوق البرج هينط، وهو عارف ان في ايد هتنقذه، عارف ان في ايد هتلحقه قبل ما يقع. اشتغل سمير الاسكندراني مع المخابرات المصريه في الخفا، واسرائيل فاكراه العميل المخلص ليها، لحد ما يجي لسمير الاسكندراني جواب مكتوب فيه انتظر مكالمه في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه. وراح سمير الاسكندراني بسرعه للمخابرات المصريه وقال لهم على الموضوع دوت. قالوا له حاول تطول في المكالمه على قد ما تقدر، على قد ما تقدر طول في المكالمه علشان نعرف نجيبهم ونعرف نوصل لهم. وفعلا جات لسمير الاسكندراني المكالمه وهو بيتكلم يحاول يهرب منه. سمير الاسكندراني عايز يخليهم معاه على قد ما يقدروا، يحاولوا يهربوا منه، سمير الاسكندراني يخليهم معاه على قد ما يقدروا، لحد ما يقدروا فعلا يحددوا المكالمه اللي جايه لسمير الاسكندراني. كانت جايه له من فندق هيلتون، وفعلا المخابرات المصريه حددت مكانه وراقبته. وطبعا مش هتقبض عليه، لازم تشوف تحركاته وتكشف كل اللي وراه. وفعلا
فضلوا مراقبينه لحد ما تحركاته كشفت كل اللي معاه. ومن هنا وقعت الشبكه الجاسوسيه الاسرائيليه اللي كانت بتحاول تحط السم للرئيس جمال عبد الناصر علشان شايفين هو الخطر الوحيد والدائم والحقيقي، بس اتكشفت لعبتهم ومخططهم وقع، واتقبض على الجواسيس في مصر وخدوا احكام قويه قوي منها الاعدام والمؤبد. وهنا يجي سؤال مهم قوي، ايه رد فعل اسرائيل بعد الضربه القويه اللي خدتها ديت؟ خليني اقول لك ان مدير المخابرات الاسرائيلي الكولونيل هاركافي قدم استقالته واتقبلت كمان، لانهم فشلوا فشل ذريع والضربه كانت فعلا قويه جدا عليهم. والنهايه كانت ان مصر والمخابرات المصريه انتصرت انتصارا مبينا على عدوها الاسرائيلي في وقت كانت مصر لسه بتستعيد قوتها، ما كانتش بقوتها ومحدش قدر يوقعها. ويجي دلوقتي السؤال لحضرتك، ومصر في عز قوتها، في حد يقدر يقرب مننا؟